اهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله عاملاه مخصوص علشان الناس اللي بتبقى مش عارفه تحمل اي موديل من سكتش فاب بالماتيريال بتاعته. فانا عملت الفيديو ده علشان اوضح لكم الفكره هتكون ازاي، وهي الحقيقه طريقه سهله جدا. ممكن تكون التركايه بس لما نيجي نحط الماتيريال. دلوقتي انا فاتحه سكتش فاب، وكل الحاجات اللي على اليمين دي لما يبقى مكتوب عليها علامه الداونلود فدي عادي احنا ممكن نحملها. فاحنا ممكن نختار بس شكل بسيط علشان حتى الناس اللي إمكانية الجهاز بتاعهم متواضع يبقى ما يحصلش مشكلة. ممكن نختار الشكل ده، وأول ما تفتح لنا بالشكل ده ننزل تحت سنة بسيطة وهنقول داونلود 3D موديل، وبتظهر لي القائمة دي هدوس على FBX وأقول له داونلود. ممكن تظهر لكم OBJ، قشطة مفيش مشكلة. تمام، هي كده اتحملت لي. باجي بقى عند بلندر ما عدا الإضاءة، وبعدين هاجي عند فايل import، اقول له بقى صيغة الملف اللي انا حملته FBX تحت كده، وهاجي عند الداونلود وهاجي عند الفايل اللي انا حملته وهقول له source واختار هو ده شكل المجسم اللي انا حملته. بس المفاجأة اللي فيه ان هو مفهوش ماتيريال. هنيجي بقى عند الماتيريال، هنروح عند الشيدنج وبعدين هنيجي ندوس نيو، وانا دايسة هنا هختار من الإيديت preferences وهكتب في السيرش نود ريجولار. يظهر لي اول واحدة بتأكد ان انا مفعلاها وبقفلها. باقي شايفين السهم الصغنطوط ده ندوس عليه، وبدوس تحت عند النود ريجولار، وانا دايسة عند البتاع دي بتتفتح لي اد برنسبل، وبروح عند بقى الفايل اللي انا محملاه اللي انا لسه فاتحاه من شوية، وبدوس عند الخامات بحددهم كلهم وبقول له اد طنطرة. زي ما انتم شايفين كده الخامات اتحطت، بقت واضحة اكتر كأنها نفس الصورة بالظبط. يعني زي ما انتم شايفين توضح اكتر لو احنا فتحنا الريندر. اضاءتكم بقى والحاجات الحلوة والكاميرا كل الكلام ده. وبس كده، دي كانت الطريقة السهلة ازاي تحمله من سكتش فاب. لو حسيت ان الفيديو فاتكم ممكن تبعتوه لحد كمان عشان يستفيد، ليه لا. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.